يبدأ مسلسلنا بتاي، وده بيكون ضابط في الجيش ومحدش بيقدر يهزمه أبدا لأن قوته بتعدل قوة جيش كامل، وده لأن تاي بيكون واثق من نفسه جدا. وفي اليوم ده تاي بيكون في مهمة داخل حدود إيران، وبيكون في تفتيش على الحدود، وبيقابله وحدة تفتيش وبينزل من عربيته وبيبدأوا يفتشوه. لكن فجأة واحد من الضباط بيتفاجئ إن في ضابط متكتف في عربيته، وهوب تاي بيبدأ يهجم على وحدة التفتيش كلها واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم كلهم وبيقتلهم، وبياخد الشرطي ده معاه وبيكمل طريق. وفي الطريق بيحاول يوصل لاخته سيلين اللي بيتصل عليها وما بتردش عليه لأن سيلين في الوقت ده بتكون في عملية، وده لأنها بتكون شغالة عميل سري في المنظمة الخاصة بتركيا. وسيلين بتكون في مكان واحدة من وحدات إيران وبتسرق شنطة فيها معلومات سرية، والمفروض إن الشنطة دي عليها صراع كبير جدا من بلدان كتير، بس سيلين بتقدر إنها تسرق الشنطة وبتهرب بيها وبتروح على السفارة التركية الخاصة بيها في إيران على حسب تعليمات الفريق بتاعها. وفي الوقت ده بتكون نسلهان موجودة في السفارة التركية، ونسلهان دي بتكون عضو في وزارة الداخلية وكانت في السفارة بتخلص شغل. وفي الوقت ده سيلين بتوصل السفارة، ونسلهان بتعرف إنها تبع منظمة تركيا فبتكون مسؤولة عن حمايتها وبتاخدها معاها عشان توصلها لحدود تركيا في أمان. وفي الطريق فريق الشرطة التابعة لإيران بتوقف عربية نسلهان لأنهم بيكونوا عاوزين سيلين والشنطة اللي معاها كمان. وطبعا نسلهان بتدخل وبتتصل على المسؤول الأكبر في إيران وبتقول له الضباط الخاصين بإيران موقفيني على الطريق، اتعامل معاهم أحسن وإلا هيكون زعلي وحش قوي. وبعدها نسلهان بتخلص المكالمة والضابط بتجيله مكالمة وبيضطر إن هو يسيب نسلهان بالعربيات بتاعتها تتحرك. ولما بيكملوا طريقهم سيلين بتكون عاوزة تكلم أخوها علشان تطمنه عليه، وبما إن تاي شايف إن أخته لسه صغيرة فبيفضل يتريق عليها كالعادة يعني. المهم إن نسلهان وسيلين بيوصلوا الطيارة اللي هتوصلهم لتركيا، وأول ما بيركبوها والطيارة بتطلع في الجو بتبدأ تبوظ وبتقع والطيار ما بيقدرش يسيطر عليها وبتقع في نص الغابة. وفي الوقت ده بيجي خبر لتاي في المكان بتاعه إخبارية إن طيارة نسلهان وقعت في الغابة وإنه لازم يتحرك بسرعة عشان يقدر ينقذ الفريق الموجود فيها. وطبعا في الوقت ده القوات اللي عاوزة تقتل فريق نسلهان بيكونوا في الطريق عشان ياخدوا منها الشنطة اللي فيها الشفرة، والمنظمة التركية بتبدأ تتحرك علشان يوصلوا لمكان نسلهان. أما تاي والفريق بتاعه فبيبدأوا يجهزوا نفسهم عشان ينزلوا الغابة، وكل ده وتاي ما بيكونش عارف إن أخته موجودة في طيارة نسلهان أصلا. المهم إن نسلهان بتفوق في الوقت ده وبتلاقي الفريق اللي كان معاها كله مات ما عدا سيلين، للأسف رجليها بتكون مجروحة بس بسبب الطيارة اللي وقعت على رجليها. ونسلهان بتحاول تساعدها علشان يمشوا من المكان بسرعة ويلاقوا حد ينقذهم، لكن للأسف بعد ثواني قوات العصابة بيوصلوا عندهم. ونسلهان بتحاول تحمي سيلين على قد ما تقدر لكن برضو مفيش فايدة لأن نسلهان ما بيكونش معاها أسلحة خالص، وللأسف قوات العصابة بياخدوا سيلين ونسلهان معاهم وبيمشوا. أما تاي في الوقت ده فبيكون في طريقه لمكان الطيارة اللي وقعت. لا يا اخويا لسه بدري خليك شويه. ولما بيوصل المكان بيلاقي 4 ضباط في الطياره وبيكونوا ماتوا، لكن بيجي لهم اخبار ان في بنتين كانوا في الطياره ولازم يوصلوا لمكانهم، وبيكون مستني صور البنات عشان يقدر يتعرف عليهم. ولما صوره سيلين بتتبعت لتاي بيتصدم لما بيشوفها وبيكون عاوز ينقذ اخته باي طريقه. اما العصابه في الوقت ده فبيكونوا وصلوا لمكان مبنى قريب جدا من الغابه وبيحاولوا يفتحوا الشنطه لكن ما بيعرفوش، وده الميكانيكي. وبيكون واحد من العصابه اللي مكلف بفك شفره الشنطه وبيروح للبنات عشان يسألهم على الشفرة، ونسلهان بترد عليه وبتقول له أنا صاحبة الشنطة. ولما بترفض إنها تقول له الرقم السري للشنطة بتلاقي المجرم ده بيقرب منها وبيحاول يشوه وشها، وهنا سيلين بتكون خايفة عليها جدا وبتقول للعصابة أنا اللي صاحبة الشنطة. ومن اللحظة دي سيلين بتكون مسؤولة عن حماية نسلهان وبتكون قادرة إنها تتحمل كل أنواع التعذيب علشانها. وفي الوقت ده تاي وفريقه بيكونوا في الغابة وبيحاولوا يوصلوا للبنات، وبيجي لهم أخبار من المنظمة عن وجود مبنى قريب منهم وبيبدأوا يتحركوا ناحية المبنى ده. وفي الوقت ده بيكون تاي بيفتكر اخته اللي بيكون قابلها في يوم عشان تقول له انها اشتغلت في المنظمه التركيه، وبما ان تاي اشتغل في الجيش تبع المنظمه دي فهو اكتر واحد عارف انها خطر، عشان كده كان خايف عليها جدا. وهو للاسف اللي بيخاف منه بيلاقيه لان اخته سيلين في الوقت ده بتتعرض لاسوأ اعراض التعذيب، والعصابه بيكونوا قاعدين جنبها وبيشيلوا ضوافرها وسيلين بتفضل تصرخ ومحدش بيقدر يعمل لها اي حاجه، لكن برضه ما بترضاش تقول رمز الشفره عشان ما تخونش بلدها بالرغم من كل كميه التعذيب دي. ونسلهان بتكون سامعه صرخه وخايفه عليها جدا. اما المنظمه في الوقت ده فبيقدروا يوصلوا لمكان المبنى اللي فيه العصابه، ولما العصابه بتحس ان الفريق التركي وصل للمكان بياخدوا سيلين وبيحطوها في
الاوضه وبيكتفوها وبيحطوا جنبها قنبله وبيطلعوا عند نسلهان وبيضربوها على راسها وبيسيبوها وبيسيبوا المكان كله وبيمشوا. ولما تاي بيدخل المبنى بيلاقي نسلهان فاقده الوعي، لكن تاي بيكون قلقان جدا على اخته سيلين وعاوز يوصل لها باي طريقه. المهم ان الجنود التركيه كلهم بيفضوا المكان وبيخرجوا وبيفضل جندي واحد بس مع تاي علشان يدور على سيلين اخته. وفجاه تاي بيسمع نفس سيلين في الاوضه اللي بتكون جنبه على طول، وفعلا بتكون سيلين وبتكون شايفاه قدامها وبتكون عاوزه تقول له ما تجيش عندها عشان خايفه عليه من القنبله، لكن بيكون في على بقها لزقه عشان ما تقدرش تتكلم منها. وطبعا تاي بيكون عاوز ينقذ اخته باي طريقه وبيكسر القفل بتاع الباب عشان يفتحه، واول ما بيفتح الباب القنبله بتنفجر وتاي بيطير في الجو وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى وما بيستوعبش هو في المستشفى ليه. وهنا بيفتكر سيلين اخته اللي بيقوم جري من على السرير عشان يطمن عليها، والممرضه بتحاول توقفه. وللاسف بيقابل الرئيس بتاعه وبيقول ان سيلين ماتت، والتاي بيقعد يعيط والفريق بتاعه كله بيقعد جنبه عشان يعيط زيه، وبيكون واضح جدا ان فريقه بيحبه قوي وصعبان عليهم الحاله اللي وصل لها. وتاني يوم بتكون جنازه سيلين والكل بيكونوا موجودين في الجنازه، ونسلهان بتكون زعلانه عليها جدا لان سيلين كانت بتحميها، وتاي بيفضل واقف بعيد عن بقيه الناس لحد ما الجنازه بتخلص وبيمشوا. وتاي بيروح على القبر وبيقعد يعيط جنبها. وفي نفس الوقت نسلهان بتكون راحت لاخوها المقابر علشان تزوره لانه بيكون مات في عمليه من العمليات السريه. وفي مكان تاني في السجن بيكون كورت طالع عشان يسرع واحد من المساجين، والمفروض ان بقيه المساجين بيشجعوه علشان هو اللي يكسب الرهان، وفعلا بيقدر يقضي على المسجون اللي قدامه بسهوله. ولما بيروح العياده عشان يعالج الجروح بيقابل هناك جميل اللي بيكون في السرير اللي جنبه وتسبب في ضرب 2 من المساجين. ولما بيتعرفوا على بعض بيبان ان جميل عاوز يطلع من السجن باي طريقه، وكورت بيكون عنده امل ان هو يخرج من السجن ده. وفي الوقت ده نسلهان بتكون راجعه في طريقها وبيكون معاها مديرها في العربيه اللي عرفها انها اترقت وبقت المسؤوله عن المنظمه التركيه، والمفروض انها تكون مسؤوله عن مشروع كبير جدا يخص تركيا كلها. ونسلهان برضو بتوافق، والمدير بتاعها بياخدها قدام القاضي علشان تحلف القسم قدام البلد كلها انها هتقدر تحافظ على كل حاجه تخص البلد. وبعدين المدير بياخدها عشان يعرفها اسرار البلد والمشروع اللي هتكون مسؤوله عنه، وبيعرفوا ان باباها كان واحد من العقول المدبره للمشروع ده وهو المسؤول عنه. وفي مكان تاني بيكون الميكانيكي رايح لرئيس العصابه، ودي بقى بيكون اسمها كيت. ولما الميكانيكي بيروح يقابلها في المعرض بتاعها بيلاقيها مشغوله مع واحد من الموظفين عندها لانها بتكون شاكه فيه، وبيقف يتفرج عليها وهي بتتكلم معاه. وفجاه بيلاقي كيت مسكت المسدس وضربت الراجل ده بالنار والدم بتاعه جه على اللوحه اللي وراه. وهنا بنفهم ان بقيه اللوح اللي موجوده في المعرض بتكون برضه عباره عن دم ناس ماتوا بنفس الطريقه دي. المهم ان كيت بتخلص كلامها وبتروح تتكلم مع الميكانيكي اللي بيديها الشنطه، وبيعرفها ان الشنطه دي محتاجه فك الشفره بتاعتها. ولما كيت بتعرف من الميكانيكي ان الشفره مش موجوده معاه بتاخد الشنطه وبتقول له اتصرف وهات الشفره من اي حته. المهم ان نسلهان بتخلص اجتماعها مع المدير اللي بيعرفها كل حاجه خاصه بمشروع الشغل الجديد، وبيكون راجع معاها في الطريق وبيعرفها انه هيتصرف في تشكيل فريق عشان يحميها. ونسلهان بتكون رافضه الفكره دي ومش عاوزه حد يحميها عشان ما يكونش سبب في موت حد تاني عشانها. بس طبعا المدير ما بيكونش مهتم لكلامها خالص، وبيعرفها ان الفريق هيتنفذ في اسرع وقت ممكن. وفي الوقت ده بيكون تي قاعد في بيته اللي على البحر وبيكون حزين على اخته سيلين جدا، وما بيكونش قادر ان هو يستوعب ان سيلين ماتت خلاص، لحد ما بيجي عنده حبيب اخته سيلين وبيكون معاه السمكه بتاعته وبيديها له، وبيعرفوا ان سيلين كانت بتحب السمكه دي جدا. وطبعا تي بيكون ماسك نفسه بالعافيه ومش عاوز يعيط قدامه. وفي الوقت ده نسلهان بتكون وصلت المنظمه بتاعتها وبتسلم على صاحبها اللي بيكون مسؤول عنها عشان يعرفها شغلها الجديد وتتعرف على باقي الموظفين. ونسلهان بتعمل اجتماع سريع للموظفين عشان تعرفهم على القواعد اللي هيمشوا عليها مع بعض. اما تي في الوقت ده فبيكون على البحر بيتمشى مع حبيب اخته اللي بيفضل يحكي له عنها، وبيقوله انها كانت بتحبك قوي وبتعتبرك مثالها الاعلى، لان تي كان دايما على خلاف مع اهله بسبب شغله، لان اهله ما كانوش موافقين على شغله ده لانهم بيكونوا خايفين عليه من خطورة الشغل يعني. وبالرغم من كده إلا إن سين كانت حابة تدخل المغامرة دي وتجرب المعاناة اللي تي بيعيشها. وتي بيسمع كلام حبيب أخته وبيكون متأثر بكلامه جدا وزعلان. ولما حبيب أخته بيسأل على جثة سيلين بيكون عارف إن جثة سيلين ما هيش في القبر أصلا، وساعتها تي بيمنعه إن هو يتكلم أو يعرف المعلومة دي لأي حد، وده معناه إن جثة أخته مش موجودة فعلا. وبيفضل تي واقف لوحده على شط البحر ومش قادر يستحمل فقدان أخته بالطريقة البشعة دي. أما في مكتب المدير فبيكون الموظفين عرفوا إن في حد بيراقب نسلهان والمفروض إنهم يتحركوا بسرعة ويعينوا حراسة خاصة ليها، عشان كده عرفوا إن حياتها في خطر. المشكلة بقى إن نسلهان لما بتعرف إن في حد بيراقبها ما بتكونش خايفة
ولا عاوزة اصلا تعين اي حراسة خاصة ليها، وفاهمة ان مفيش اي حد هيقدر يجي ناحيتها. وبتقول للمدير انا مش عاوزة اي حد تاني يعرض حياته للخطر بسببي. والمدير بيقول لها اللي بيحميكي ما بيعملش كده عشان خاطرك انت، ده بيعمل كده علشان مصلحة بلده. واخيرا نسلهان بتقتنع وبتوافق على كلامه، لكن بتكون متضايقة جدا لانها بتكون حاسة ان الحراسة الخاصة دي هتكون عاملة زي السجن بالنسبة لها. المهم ان نسلهان بتاخد الموظفة دي على جنب وبتسألها على باباها، وبنعرف هنا ان نسلهان بتدور على باباها لانها بتعرف ان هو لسه عايش وبتكون عاوزة تتعرف عليه، لكن ما بتقدرش توصله. اما تي فبيرجع على بيته وبيلاقي ان الدواسة اللي قدام البيت مش نظيفة، وبيعرف بكده ان في حد دخل البيت، وبيدخل البيت بالراحة وهو بيتسحب، وبيتفاجئ ان مدير المنظمة مستنيه في البلكونة عشان عاوز يتكلم معاه وبيطلب منه حماية نسلهان. ولما تي بيقوله اشمعنى انا، المدير بيقوله عشان انت انقذتها قبل كده. وتي بيكون عاوز يرفض